باللغة العربية. وعندما تحدثت معه فاجأني أنه طالع وقرأ أزيد من 500 كتاب، وعمره كما قلت لا يتجاوز 8 سنوات. هو طفل مميز، الطفل حمزاوي عبد السلام. صباحك سعيد عبد السلام. اسمي عبد السلام حمزاوي. اسمي عبد السلام، لقبي حمزاوي. أدرس السنة الثالثة ابتدائي. عندي ستة أخوات. نعم. أدرس في مدرسة مريم عبد العزيز التي تقع ببرج البحري نعم. وأدرس السنة الثالثة ابتدائي. أحوال الدراسة جيدة، وأرجو من ضيوفنا الكرام أن يستمتعوا بمشاهدة هذا البرنامج. شكرا عبد السلام. يعني علمت يوم أمس أنك من هواة قراءة الكتب وأمهات الكتب. أنت يعني طالعت أزيد من 500 كتاب عبد السلام. نعم، بعضها نصفها علمية ونصفها أدبية. يعني ما هو آخر كتاب أو الكتاب الذي تقرأه أنت الآن؟ اسمه سيرة الرسول، يتحدث عن سيرة الرسول وبعض المعلومات عنه. نعم. نعم، ربما هل لك أن تصف لنا صفات الرسول عليه الصلاة والسلام باختصار؟ نعم، لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كريما وذا خلق حسنة، وحتى اللغة العربية التي كان يتحدث بها بدأت تنقص في المجتمع، ولكن لا فقط عبد السلام كاميراتك هناك، يمكن أن تشاهد المشاهد، يمكن لك أن تشاهد في هذه الكاميرا. تفضل. تفضل. كما قلت، لقد نقصت اللغة العربية في المجتمع، وبما أنها نقصت في الجزائر إلى أن المعلمين بدأوا يعلمون اللغة العربية في السعودية ودول عربية. عبد السلام، ربما كيف تعلمت هذه الطريقة الجميلة في الحديث باللغة العربية؟ أولا بدأت بتعلم الحروف، ثم الكلمات، ثم الجمل كما يتعلم كل شخص، ولكني لم أستعمل تلك الطريقة. فأنا أطالع كثير، وهوايتي المفضلة هي المطالعة، والمطالعة تنمي العقل وتفيده كثيرا. أما عليك أن تتحدث باللغة العربية إن بقيت تتحدث بها، لأن لغة الدارجة لا تستطيع أن تتحدث بها مع اللغة العربية إن أردت أن تتحدث باللغة العربية. عبد السلام، ما هي مواضيع الكتب التي طالعتها؟ أزيد من 500 كتاب طالعته وأنت وسنك لا يتجاوز 8 سنوات. ما هي مواضيع الكتب التي طالعتها؟ مواضيع بعض الكتب هي الكتب. سأذكر لكم 5 كتب علمية. عندي كتاب يتحدث عن الديناصورات، وهو موجود في سلسلة تتجاوز 6 أو 7 كتب. وعندي مجموعة أيضا تتكون من 25 كتاب تقريبا، فيها كل المجالات الطبيعية والعلمية والتقنية والاجتماعية. علمت أن لك برنامج يومي، أنت تحفظ يوميا آية مع التفسير، وأنت كذلك تطالع أزيد من 20 صفحة يوميا من كتاب ما. هذا هو برنامجك اليومي؟ نعم، مع آية في اليوم، وأكتب وحتى أتعلم اللغة الفرنسية، ولأنني في السنة الثالثة حاليا أتعلم اللغة الفرنسية، فأنا أقوم بكتابة النصوص واستعمل. وفي المطالعة لا استعمل كتبا عادية بل كتبا خارجية، وأراجع دروسي. هذا هو برنامج. يعني تفضل عبد الرزاق. زميلي، بس أنا في الكواليس جمعني معه حديث ظريف، خصوصا يعني ما يعيشه العالم الإسلامي في هذا الوقت الحالي، التهجم على المسلمين والإسلام. ذكر لي عبد السلام أنه يقرأ كثيرا السيرة النبوية، وفي المستقبل يفكر حتى أن يكتب كتبا عن النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا عن مشاريعك المستقبلية. ماذا يريد عبد السلام أن يصبح في المستقبل يعني؟
طبعا إن بقيتش جاء الجريدة الفرنسية التي تسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سنشكل عندما أكون في الجامعة سنشكل فرق. تلك الفرق تكتب عن الرسول. نعم، تكتب عن الرسول، تظهر مجلات. بعد ذلك سيشعر الفرنسيون بالضعف كلما ازداد، لأننا بالقلم. لأن عبد السلام، أريد فقط يعني أي مهنة ربما ستختارها في المستقبل؟ أريد أن أصبح طبيبا جراحا إن شاء الله. ربما قبل أن إن شاء الله. دونك إذا وداد، قبل أن تحدثينا عن ربما بعض الوزراء في الحكومة الذين يعني لم يقرأوا الكتب، عبد السلام، يعني ما هي نصيحتك لبعض الجزائريين الذين لا يحسنون التكلم والتحدث باللغة العربية؟ أرجو أن لا أحرج الوزراء بما سأقوله الآن. فاللغة العربية لغة قرآن، وحتى عندما وحتى اللغة الفرنسية عليها أن لا تقبض علينا من كل جهة. علينا أن نتعلم كل اللغات، حتى إن كانوا لا يعرفون اللغة العربية. لا، عليهم أن يتعلموها، وأنصحهم بالإكثار من المطالعة إن أرادوا أن يستمعوا إلى نصيحتي. إذا ربما نعود إلى آخر الكتاب هو متعلق بالبيئة، بعثوه لي باش نقراه لا ديرنيير غو. دونك راني مازلت ما كملتوش، بديت صفحات الاولين. هو يتكلم على التكنولوجيا البيئيه. راني نقرا في، كنت نحكي مع الاخت الكريمه، نقرا في لي زوريجين تاع امين مالوف، اللي هو كتاب يعني شوقني وداني بعيد، لانني نعرف مليح امين مالوف، قريت كل الكتب ديالو. وهذا الكتاب بالخصوص واحد الفقره وين يدي بنا اننا احنا كمشرق كيفاش ضيعنا يعني العلم اللي نباع من عندنا. آخر كتاب نقرأ فيه هو كتاب على فلسفي، هما اسمه لاتر أليسيولوس. لاتر أليسيولوس هو تاع فيلسوف روماني عاش في 2000 سنة، وهذا اسمه لاتر أليسيولوس. وهذا الكتاب يعطيك يعني بعض يعني الدروس في كل رسالة درس. اوه ça fera pas plaisir. اوه ça fera pas plaisir. لا، راني نقرا الكتاب الان اللي راني نقرا فيه، هو كتاب فيلسوف، اسمه هي لا فابريك دو كونكر. لا فابريك دو كونكر، كيفاش نتجو يعني تلميذ اللي هو ما بين الاواخر. عبد السلام، سنعود لتعلق عن هذه المشاهد بعد قليل. المطالعة نقص شوية، لكن كل ما يكون عندي وقت يعني شوية فراغ فيه عدة كتب اللي راهي عندي، وكل ما يكون عندي وقت فراغ ندير شوية مطالعة. أنا والله نقرأ كتب تاع التاريخ، نقرأ كتب نتاع الثورة، نتاع لي رومان، دي رومان ثاني اللي ملاح، متنوع يعني مواضيع متنوعة. ما عنديش الوقت بكل صراحة. نقراو الجرائد وكل الأمور اللي تكتب على القطاع نتاعنا، وما عندناش بزاف وقت اللي نخصوه للمطالعة يا للأسف. إذا احنا نأكدوا أن الكتاب هو أساس المعرفة، هو الرفيق، وهو مصدر المعرفة. إذا نشجعوا المواطنين على القراءة، وإن شاء الله اللي يكون عندنا وقت أكثر حتى احنا نقراو الكتب.
عودة إليكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية. إذا الطفل حمزاوي عبد السلام، تابعت ربما كلام بعض الوزراء قالوا أظن أن هذه الفكرة لأن الجرائد تظهر الأحداث، ولكن الكتب تظهر الأحداث القديمة والواقعة. أما الجرائد فهي تظهر لك الأحداث. مثلا الجرائد لا يجب أن تقرأ كل ما فيها بدون أن تستفيد. أما الكتاب تستطيع أن تقرأه. فبعض الناس يرمون الجرائد. شكرا لك الطفل عبد السلام حمزاوي. أذكر وأقول أنه طلع أزيد من 500 كتاب وسنه لا يتجاوز 8 سنوات. شكرا جزيلا لك حضورك معنا في هذه الساعة الإخبارية. شكرا لك وداد. قبل كتب، وعندي مجموعة أيضا تتكون من 25 كتاب تقريبا فيها كل المجالات الطبيعية والعلمية والتقنية والاجتماعية. علمت أن لك برنامج يومي، أنت تحفظ يوميا آية مع التفسير، وأنت كذلك تطالع أزيد من 20 صفحة يوميا من كتاب ما. هذا هو برنامجك اليومي. نعم، مع آية في اليوم، وأكتب وحتى أتعلم اللغة الفرنسية، ولأنني في السنة الثالثة علي أن أتعلم اللغة الفرنسية، فأنا أقوم بكتابة النصوص وأستعمل، وفي المطالعة لا أستعمل كتبا عادية بل كتبا خارجية وأراجع دروسي. هذا هو برنامج. يعني تفضل عبد الرزاق. زميلي، بس أنا في الكواليس جمعني معه حديث ظريف، خصوصا يعني ما يعيشه العالم الإسلامي في هذا الوقت الحالي، التهجم على المسلمين والإسلام. ذكر لي عبد السلام أنه يقرأ كثيرا السيرة النبوية، وفي المستقبل يفكر حتى أن يكتب كتبا عن النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا عن مشاريعك المستقبلية. ماذا يريد عبد السلام أن يصبح في المستقبل يعني؟ طبعا إن بقيت الجريدة الفرنسية التي تسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سنشكل عندما أكون في الجامعة سنشكل فرق. تلك الفرق تكتب عن الرسول. نعم، تكتب عن الرسول، تظهر مجلات. بعد ذلك سيشعر باللغة العربية. وعندما تحدثت معه فاجأني أنه طالع وقرأ أزيد من 500 كتاب، وعمره كما قلت لا يتجاوز 8 سنوات. هو طفل مميز، الطفل حمزاوي عبد السلام. صباحك سعيد عبد السلام. اسمي عبد السلام حمزاوي. اسمي عبد السلام، لقبي حمزاوي. أدرس السنة الثالثة ابتدائي. عندي 6 أخوات. نعم. أدرس في مدرسة مريم عبد العزيز التي تقع ببرج البحري نعم. وأدرس السنة الثالثة ابتدائي. أحوال الدراسة جيدة، وأرجو من ضيوفنا الكرام أن يستمتعوا بمشاهدة هذا البرنامج. شكرا عبد السلام. يعني علمت يوم أمس أنك من هواة قراءة الكتب وأمهات الكتب. أنت يعني طالعت أزيد من 500 كتاب عبد السلام. نعم، بعضها نصفها علمية ونصفها أدبية. يعني ما هو آخر كتاب أو الكتاب الذي تقرأه أنت الآن؟ اسمه سيرة الرسول، يتحدث عن سيرة الرسول وبعض المعلومات عنه. نعم. ربما هل لك أن تصف لنا صفات الرسول عليه الصلاة والسلام باختصار؟ نعم، لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كريما وذا خلق حسنة، وحتى وحتى الفرنسيون بالظرف كلهم ازداد لأننا بالقلم. لأن عبد السلام، أريد فقط يعني أي مهنة ربما ستختارها في المستقبل؟ أريد أن أصبح طبيبا جراحا إن شاء الله. ربما قبل أن إن شاء الله. دونك
إذا وداد، قبل أن تحدثينا عن ربما بعض الوزراء في الحكومة الذين يعني لم يقرأوا الكتب، عبد السلام، يعني ما هي نصيحتك لبعض الجزائريين الذين لا يحسنون التكلم والتحدث باللغة العربية؟ أرجو أن لا أحرج الوزراء بما سأقوله الآن. فاللغة العربية لغة قرآن، وحتى عندما وحتى اللغة الفرنسية عليها أن لا تقبض علينا من كل جهة. علينا أن نتعلم كل اللغات، حتى إن كانوا لا يعرفون اللغة العربية لا عليهم أن يتعلموها. وأنصحهم بالإكثار من المطالعة إن أرادوا أن يستمعوا إلى نصيحتي. إذا ربما نعود إلى آخر كتاب هو متعلق بالبيئة، بعثوه لي باش نقراه لا ديرنيير غو. دونك راني مازلت ما كملتوش، بديت صفحات الاولين. هو يتكلم على التكنولوجيا البيئيه. راني نقرا كنت نحكي مع الاخت الكريمه، نقرا في لي زوريجين تاع امين مالوف، اللي هو كتاب يعني شوقني وداني بعيد، لانني نعرف مليح امين مالوف. اللغه العربيه التي كان يتحدث بها بدات تنقص في المجتمع، ولكن لا فقط عبد السلام كاميراتك هناك، يمكن ان تشاهد المشاهد، يمكن لك أن تشاهد في هذه الكاميرا. تفضل. تفضل. كما قلت، لقد نقصت اللغة العربية في المجتمع، وبما أنها نقصت في الجزائر إلى أن المعلمين بدأوا يعلمون اللغة العربية في السعودية ودول عربية. عبد السلام، ربما كيف تعلمت هذه الطريقة الجميلة في الحديث باللغة العربية؟ أولا بدأت بتعلم الحروف، ثم الكلمات، ثم الجمل كما يتعلم كل شخص، ولكني لم أستعمل تلك الطريقة. فأنا أطالع كثير، وهوايتي المفضلة هي المطالعة، والمطالعة تنمي العقل وتفيده كثيرا. أما عليك أن تتحدث باللغة العربية إن بقيت تتحدث بها، لأن اللغة الدارجة لا تستطيع أن تتحدث بها مع اللغة العربية إن أردت أن تتحدث باللغة العربية. عبد السلام، ما هي مواضيع الكتب التي طالعتها؟ أزيد من 500 كتاب طالعته وأنت وسنك لا يتجاوز 8 سنوات. ما هي مواضيع الكتب التي طالعتها؟ مواضيع بعض الكتب هي الكتب. سأذكر لكم 5 كتب علمية. عندي كتاب يتحدث عن الديناصورات، وهو موجود في سلسلة تتجاوز 6 أو 7. قريت كل الكتب ديالو، وهذا الكتاب بالخصوص واحد الفقرة وين يدي بنا أننا احنا كمشرق كيفاش ضيعنا يعني العلم اللي نبع من عندنا. آخر كتاب نقرأ فيه هو كتاب على فلسفي، هما اسمه لاتر أليسيوليس. هو تاع فيلسوف روماني عاش في 2000 سنة، وهذا اسمه لاتر أليسيوليس. وهذا الكتاب يعطيك يعني بعض يعني الدروس في كل رسالة درس. Oh, ça fera pas plaisir. Oh, ça fera pas plaisir. لا، راني نقرا الكتاب الان اللي راني نقرا فيه هو كتاب فيلسوف، الاسم هي لا فابريك دو كونكر. لا فابريك دو كونكر، كيفاش نتجو يعني تلميذ اللي هو ما بين الاواخر. عبد السلام، سنعود لتعلق عن هذه المشاهد بعد قليل. المطالعة نقص شوية، لكن كل ما يكون عندي وقت يعني شوية فراغ فيه عدة يعني